دائما مع زريبه الاعلام. معليش، نشروا في الفيسبوك واحد الخبر مزور لا اساس له من الصحه. الخبر وشن هي؟ ها وين قال لك باللي هذه الكاس ولا هذه التاس، المحكمه الدوليه الرياضيه، قال لك نشروا خبر انه الماتش كاس افريقيا داتو السنغال حكم نهائي وكذا. يعني هذه وثيقه مزوره، وثيقه مزوره تم تزويرها وتم تسريبها في الفيسبوك، انه محكمه سويسرا، المحكمه الدوليه للبلوطر الرياضه، حكمت لصالح فريق السنغال انه فاز بكاس افريقيا والمغرب خسرت. طبعا خبر مزور لا اساس له من الصحه، ماهوش صحيح. الغريب في الامر يا ناس انه هذا الخبر المزور اعتمدت عليه قناه حك تربح التلفزيون تاع بغالي، وجاي يناقشوا في القضيه وفرحانين في التلفزيون الجزائري. هاوي اسمع ستي. محمد، بما انك تحكي على التحكيم والتحكيم، نعطيك خبر مؤكد ورسمي. تفضل. السنغال تفوز بكأس رسميا خروج قرار محكمة التحكيم الرياضي لصالح السنغال، يفوز بكأس افريقيا الأمم ويغلق الملف. ويغلق الملف نهائيا. هاي ما عندهم وين يروحوا كذا. ألف مبروك للمنتخب السنغالي. ألف مبروك. ألف مبروك للمنتخب السنغالي. على ذهب عرقه داخل قضية الميدان. نعم أكيد. ذهب عرقه داخل قضية. لا شوف طاس، أنا يعجبني طاس. أنا من حادثة يطبق القوانين. من حادثة. نعطيك خبر رسمي. رسميا السنغال وكذا وفرحانه. مش عيب عليكم؟ مش عيب عليكم؟ يعني مش عيب عليكم هذه الإساءة البالغة للإعلام الجزائري، للتلفزيون الجزائري، للدولة الجزائرية؟ مش عيب عليكم هذه الزريبة؟ مش عيب عليكم؟ يعني ما تتحراوش، ما عندكمش مصادر رسمية أنها تتصل تقرأ وثيقة مزورة في الفيسبوك تعتبرها شيء رسمي وتهلل وفرحان؟ مش عيب عليكم؟ ما تقدرش تتصل بالمكلف بالإعلام على مستوى محكمة الدولية في سويسرا تتأكد من الخبر هل هو صحيح ولا لا؟ زريبة. كون جات صحافة، كون جات صحافة، والمدير مدير، وقسم الأخبار قسم الأخبار، وقسم الرياضة قسم الرياضة، والمنشط منشط، والدولة دولة. ما تصراش هذه المهازل، ما تصراش هذه الزريبة، هذه الكوري. بهدلتوا بينا. الآن المواقع المغربية وجماعة طميشة وطماطيشة وهذوك يبهدلوا بالتلفزيون الجزائري وبوزارة الاتصال وبالصحافة الجزائرية، يقول لك هاهم وين هوير، يقول لك هاهم وين هوير، ما يعرفوش قيمة الإعلام، ما يعرفوش حتى يتعراوا من الخبر. عيب عليكم. ولو كان جات الدولة دولة، ولو كان جات مديرية الإعلام في الرئاسة، يا كمال سيدي السعيد، لو كان جيت صح مدير ونتحيلك، الزريبة هذه ما تقبلهاش. كان جاو الرجالة اللي يتحكموا في البلاد، لا قسام مدير التلفزيون، لا قسام مدير الاخبار هذا نتاع الرياضه، لا رئيس التحرير تاع الاخبار، لا هذا المنشط هذا اللي يحل في فمه من المفروض يعتذر ويقدم استقالته، ينسحب من البلاطو، ينسحب من التنشيط نهائيا. كان جات رجال اللي يغلط غلطه مثل هذه، غلطه قاتله، خطا قاتل مثل هذا، يعتزل تنشيط نهائيا. خلاص تعريت. من المفروض هذا المنشط يستقيل، رئيس تحرير النشرة يستقيل، رئيس تحرير القناة يستقيل، مدير القناة يستقيل. قدموا استقالتكم، كونوا رجال، لأنكم شوهتوا صورة الإعلام الجزائري، شوهتوا صورة التلفزيون الذي أنجب خيرة الصحفيين في العالم العربي. نعم، لأنه كبرى الجرائد وكبرى القنوات العالمية، سواء الام بي سي أول قناة عربية، أو البي بي سي، أو الجزيرة، أو العربية، أو أي قناة، أو سكاي نيوز، أو أي قناة، تعتز وتفتخر بصحفيين جزائريين تكونوا في التلفزيون الجزائري أيام عز التلفزيون الجزائري،
أيام عبدو بوزيان الله يرحمه، وأيام الرجالة في عز الإرهاب، تخرجوا يعني عباقرة جزائريين يصنعون الحدث في القنوات العالمية من أمريكا إلى الصين. نعم، عندنا صحفيين في الصين، عندنا صحفيين في الشرق الأوسط، سواء في الإمارات أو في قطر أو في السعودية أو في غيرها، وعندنا صحفيين في أمريكا، وعندنا صحفيين بريطانيا، في فرنسا، في كل دول العالم. تخرجوا من التلفزيون الجزائري اللي الآن أصبح مزبلة، أصبح كوري. بهدلتوا بينا، الله يبهدلكم، بهدلتوا بينا، الله يبهدلكم، الله يذلكم، الله يذلكم. فاصل ونواصل. مرحبا من جديد. في الأخير شوفوا معي هذا المقطع، هذا طبعا كثير اللي يتكلموا عليه، لكن نتمنى أنه هذا المجرم، نتمنى أنه يتم الإلقاء القبض عليه إن شاء الله الليلة قبل ما يباتش في دارهم. هذا المجرم هذا اللي ارتكب هذه الجريمة النكراء في حق سيدة مسكينة في سيارتها، مانيش عارف وش دارت بالسيف. شوفوا معي هذا الفيديو. نتمنى أنه هذا ما يباتش في داره، ونتمنى أنه الليلة يبات في السجن. لازم ضرب بيد من حديد لهؤلاء المجرمين. هذا المجرمين اللي شوهوا صورة المجتمع الجزائري، اللي يستهلكوا في المخدرات، هذو ضحايا المنظومة الفاشلة وضحايا المخدرات والمهلوسات. شوفوا وش يديروا من جرائم. شوفوا. طبعا راكم شفتوا صورته، هذا حسب مش عندي انا ما وصلتني المعلومات عليه. طبعا اسمه معروف، خلونا نعطي اسمه حسب ما وصلني. اسمه محمد بختاوي، محمد بختاوي المدعو القروي، من الشطية، يبيع الحلويات، يسكن في قرية الشراطي، الشطية ولاية الشلف. هذا محمد بختاوي، هذا المجرم هذا اسمه محمد بختاوي المدعو القروي، المدعو القروي. هذا اللي راهو المجرم هذا اللي نتمنى أنه يتم توقيفه في أقرب الأجل، نتمنى توقيفه في أقرب الأجل. إذا أعتقد أنني وصلت إلى نهاية هذا البث المباشر، لكن في النهاية مع اللي يتصلوا بيا بنزديرة، راك طولت علينا ما درتش اللايف، راك طولت علينا ما درتش اللايف. يا ناس، انا ما نهدرش من اجل الهضره. واش نخرج نقول لكم واش راكم ونبدا نبلعط ونبدا نكذب عليكم ونخلقكم في القصص؟ ما نديرهاش. انا نتكلم كي تكون كاين عندي ماده، كاين ماده اللي نعلق عليها. ماشي واحد ضرب واحد بموس ولا صرات حريقه في وهران ندير بث مباشر ونتكلم لكم على واش صرا في وهران. يعني ما الحمد لله صارت خسائر ماديه، ما صارتش خسائر بشريه، ما كانش خسائر بشريه والحمد لله. اذا مش اي حادث يصرى، واحد ضرب واحد بموس، واحد تحرقت نار، مش عارف انا طردقت، مش عارف انا بنو طرطق في الطريق كذا، ندير لكم بث مباشر. يعني ما كونوا عاقلين شويه، يعني كونوا عاقلين. الناس اللي يتصلوا بيا بزديره راك ما درتلناش لايف، بزديره ما درتلناش لايف، واش انا فارغ شغل تما غير مريح اي خبر نخرج ندير لكم لايف؟ لا، انا نتكلم على مواضيع اللي تهم الرأي العام، ومواضيع اللي نشوف انه عندي فيها قدرة على التحليل وعلى النقاش، وليس فقط الإخبار. إذا كان باش نخبركم في الفيسبوك نكتب خبر قال كذا، أما بث مباشر لأني أنا ندير البث ندير فيه ساعة ولا ساعة ونص، لازم يكون مادة دسمة، مادة خام. أوكي. بداية أعزي الشعب القطري الشقيق والصديق في وفاة المرحوم أمير قطر الآب، الذي توفي حسب الأخبار نهار اليوم، وتم
لا أعتقد دفنه، لكن مهم صلاة الجنازة اليوم صلاة حسب ما تابعنا الصور. طبعا الأمير هذا اللي في الصورة حمد الذي توفي نهار اليوم، أعتقد نهار اليوم، هو والد الأمير تميم حاكم قطر. طبعا هذا الأمير الذي توفي اليوم تنحى عن الحكم طواعية، عكس ما حدث له مع والده المرحوم خليفة اللي انقلب عليه. لأنه للتاريخ الأمير الذي توفي اليوم قاد انقلاب أبيض على والده بويو، انقلب على والده في 1996، انقلب على الوالد نتاعو وقاد حركة تصحيحية عادت بالفائدة على قطر. لأنه الذي يتابع تاريخ قطر لولا الانقلاب الأبيض الذي قاده الأمير حمد رحمه الله، أعتقد أن قطر كانت تبقى مثل ما كانت في صيد اللؤلؤ وفي تجارة بسيطة وفي يعني ما زالت دولة فقيرة. لكن النظرة الثاقبة للأمير حمد رحمه الله والتي فرضها بالقوة على الوالد نتاعو وانقلب عليه ووضعه في إقامة جبرية، طبعا قبل ما يخرج يروح يسافر يروح يعيش في المهجر، أعتقد عاش في إيطاليا إلى غاية وفاته، هي التي غيرت وجه إمارة قطر وجعلتها دولة من أهم الدول العربية، بل من أهم الدول في العالم ككل. نعم في العالم سياسيا، من خلال قناة الجزيرة التي صنعت دولة اسمها قطر. طبعا بالإضافة إلى الثروة اللي عندها في الغاز اللي هي استثمار كبير قاده هذا الأمير المرحوم حمد، الذي وصل إلى مرحلة ارتأى فيها التخلي أو التنحي عن الحكم وتسليم المشعل لابنه الحاكم الآن الأمير تميم الذي يقود قطر. نعم يقودها وفق مخطط ووفق برنامج ووفق رؤية مستقبلية جعلت من قطر نفس الشيء دولة رائدة أكثر من اللي كانت، ودائما فيه تطور. هذه هي النظرة الاستشرافية للحكام، أنه لما يشوف أنه هذا الطريق ما يدي صحيح ويستعين بخبرة وكفاءة يقدر يقود بلاده إلى بر الأمان، ويقدر يقود بلاده إلى مصاف الدول التي تصنع الحدث في العالم. قطر تصنع الحدث في العالم بفضل السياسة الحكيمة للأمير الراحل رحمه الله حمد وابنه